السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ معلش اعذروني غيبت عليكم، بس كان ظروف دخلت رمضان وتعبت شوية وكده، فان شاء الله نتعوض ان شاء الله. بس ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. يا ريت كل اللي يسمعني يحط لايك ويعمل لي تعليق ويشترك في القناة عشان القناة تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. دلوقتي هنعمل خلطة للأرانب عشان نوفر شوية في العلف، لان العلف طبعا غالي والواحد ما بيلحقش يجيب الشكارة وبتخلص على طول، ما بتلحقش. فدلوقتي انا عبيت عبوتين علف. طبعا احنا مش هنمنع العلف عشان انا جربت قبل كده ان احنا نمنع العلف والدنيا باظت خالص. فاحنا هناخد عبوتين علف زي دي كده، بس 2 علف وواحدة رز عيش مدش، عبوة واحدة عيش مدش. طيب وايه اهو هنحطهم على بعض، دول 2 ودي واحدة، ماشي على بعض كده. وهنجيب ايه بقى؟ ده حبة البركة او الحبة السوداء، حبة البركة او الحبة السوداء. طب ايه فايدتها يا حبة البركة دي؟ حبة البركة دي فايدتها انها بتحمل أغانم من الأمراض، وقاية من الأمراض يعني، وبتمنع الالتهابات وبتصحي أصلا يعني بتساعد على علاج الأغانم من الالتهابات، وبرضه بتساعد على الوقاية من البرد وبتعالج من البرد، وبتعمل حاجات كتيرة. طبعا هجيب لكم حلقة مخصوص عشان حبة البركة دي، هجيب لكم فوائدها كلها، ماشي. انا كنت عايزة احط حلبة، بس الحلبة بتدفي الارانب، واحنا دلوقتي طبعا في الصيف فمش عايزين ندفيهم، احنا مش عايزين الدفى للارانب. انا هحط حبة البركة، وطبعا الحلبة عشان هي عامل تحويل للحم، فانا هحط حبة صغيرين مش كتير خالص اهم للتحويل بس. انما هي بيقول لك الحلبة بتدفي الارانب، فما ينفعش نحط حلبة في الصيف. يعني مش عاملة كتير طبعا، لما احط كبشة كده على الكمية دي فمش هتأثر فيهم خالص. نقلب كويس، وطبعا بعد ما نخلص الخلطة كده هنعمل فيها ايه؟ هنعبيها في الشكارة تاني علشان ما ترطبش، عشان طبعا احنا عارفين ان الارانب مش عايزة الحاجة المرطبة، الارانب عايزة الحاجة اللي تبقى ناشفة، عشان الترطيب ده بيخلي البكتيريا تنتشر في الاكل، والبكتيريا الضارة اللي هي بتضر الارانب اصلا. احنا مش عايزين نضرهم في حاجة، هم الارانب حساسين جدا، خصوصا الارانب اللي هي السلالات. الارانب البلدي سهلة عن الارانب السلالات دي، مش سريعة الامراض والكلام ده، واكلها برضو سهل بالنسبة للناس كلها، مش زي الارانب السلالات خالص. اللي بيربي ارانب بلدي بيبقى مرتاح طبعا عن التربية السلالات. وان شاء الله معانا فيديو تاني ان شاء الله، ربنا يسهل هعمله لكم، هعرفكم فوائد حبة البركة، واعرفكم الارنبة اللي كنا بنعالجها من الجرب بزيت العربيات. طبعا لسه بعالج فيها، بس هعرفكم بقى ان شاء الله عملت ايه بفيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.